طيب واخيرا خلص الموسم الثاني من الارك الاخير لبليتش، وعندنا حاجات كتيرة قوي نقولها عن الموسم ده لاني اتفرجت عليه للمره الاولى بالدبلجه العربي، فعندنا انطباع عن الانمي وعندنا انطباع عن الدبلجه الاثنين في فيديو واحد. طيب واول حاجه هنتكلم عنها قبل ما نتكلم عن الدبلجه هو الموسم ذات نفسه. انا بالنسبه لي الموسم ده على قد ما هو كان عاجبني جدا وعلى قد ما هو كان قوي جدا جدا جدا، لكن ما فاجئنيش وما ابهرنيش زي الموسم اللي فات. ليه؟ مش فكره ان الموسم اللي فات كان احسن، على قد ما الموسم اللي فات كان جديد. الموسم اللي فات فاجئنا وخضنا برسم جديد وانيميشن حلو وشخصيات، والكاركتر ديزاين كان مختلف شويه والالوان والشخصيات الجديده اللي ظهرت والحاجات دي كلها. لكن هنا في الموسم الثاني كملنا مع نفس الرسم وكملنا مع نفس الموسيقى وكملنا مع نفس الشخصيات، فابتدت بقى ايه، القصه هي اللي تشيل الموسم على كتفها، مش الرسم الجديد او مش المفاجآت الجديده اللي احنا شفناها. فمش بالضروره بقول ان الموسم ده كان اقل، لكن بقول ان هو ما فاجئنيش زي ما الموسم الثاني فاجئني وما ابهرنيش زي ما الموسم الثاني ابهرني. لكن في الموسم ده تستمر معانا رحله يوها باخ والكوينسي والشتيرن ريختر في ان هم يروحوا يدمروا السول سوسايتي عشان يوصلوا لقصر ملك الارواح. فاحنا في الموسم ده قضينا وقت اكتر مع الكوينسي والسول سوسايتي اكتر من ان احنا نشوف ايتشيجو وريهيمي وشادو والكاركترز بتوعنا اللي احنا عارفينهم. ونيجي الكاركترز كانت بالنسبه لنا مهمه جدا 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 ان احنا نفهم عنها حاجه في الموسم الاول، ما زلنا في الموسم الثاني وما فهمناش وجودهم هيأثر ازاي على القصه. واحد زي جريمجو تم التلميح ليه ان هو موجود. طيب هل جريمجو عايش ولا ميت؟ موجود مش موجود؟ هيشارك معانا؟ هيعمل ايه؟ لان الكاركتر دي كانت من الكاركترز المهمه جدا والمقربه جدا لقلبنا في الاركات اللي فاتت من بليتش، خصوصا في ارك الارانكر والاسبادا والحاجات دي كلها. طيب واحد زي ايزن برضو تم التلميح ليه تاني في الموسم ده، وجا فلاش باك عنه او صوره كده عنه، وكان برضو الناس بتوع فرقه صفر بيتكلموا عنه ان هو الايفل والشر المتجسد والحاجات دي كلها. والاهم من كل ده ان حتى لو المؤلف استخدم ايزن هيخدم انه كوز، هيكون عايز ستيل برضو ملك الارواح وهيؤيد المسعى بتاع الكوينسي ويوها باخ، ولا هيكون عايز ينتقم، ولا هيكون عايز ياخد نفس المسعى وينقذ السول سوسايتي بس ايزن شرير، فوجوده هيأثر ازاي على القصه. وانا بصراحه متشوق جدا جدا اني اعرف ده، لان ايزن من الفيلنز المفضلين بالنسبه لي عموما في عالم الانمي كله مش في بليتش بس. لكن من حيث الاكشن فالموسم ده كان اقل، لكن برضو بليتش هو بليتش، لا يخلو من الفايتات الحماسيه ومن اللقطات اللي تخلي الدم يضخ في قلبك وعمال متحمس جدا ان انت متفاعل مع الاحداث. وبالنسبه لي الحماس كله يتلخص في 3 مشاهد بس. اول حاجه وهو البانكاي الرهيب والقدرات الرهيبه بتاعت روكيا. عجبني جدا شكل البانكاي بتاعها وعجبتني جدا جدا القدرات بتاعتها. خفت عليها لكن واضح ان هي ما اتمرنتش كتير على البانكاي ده، لكن شكلها كان خرافي وكان حلو جدا جدا جدا. وانبسطت جدا لانه اخيرا بعد ما بدأنا الانمي كله من الحلقه رقم 1 بدأناها مع روكيا، وصلنا لانه اخيرا روكيا بقى عندها بانكاي. اخيرا روكيا ما بقتش كاركتر يوسلس بتستخدم بس الكيدو وبتستخدم بس الشيكاي بتاعها بشكل برضو غير متوازن وغير محترف، لكن هنا اخيرا روكيا بقت باد اس، روكيا بقت قويه، روكيا بقت تقدر تستخدم البانكاي. ونيجي للمشهد الثاني اللي خلى نفسي يقف من كتر الخضه والحماس والانبهار، وهو ايتشيجو لما كان رايح يجري ورا ايشي ده عايز يفهم في ايه بالظبط، والكاركترز بتوعنا يتدخلوا ونلاقي رينجي قام حادف السيف بتاعه، ونلاقي بياكويا موجود، ونلاقي ايكاكو، ونلاقي الشله الكريمه موجوده وبتدافع عنه. بيفكرني جدا جدا بنفس المشهد بتاع ارك الفول برينج اللي كان في الموسم اللي فات لما روكيا دخلت السيف بطن ايتشيجو ورجعت له الشينيجامي باورز تاني. فالمشهد ده حمسني جدا جدا، وخصوصا برضو في الاخر لما كان خلاص رايح لايشي ده ونزلنا لقينا شادو قام بيدافع عنه، وريهيمي قامت مستخدمه برضو بتاع الاصفر بتاعها ده. فالمشهد ده كان حماسي جدا، والحلقه دي وصلتني لليفل عالي قوي 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 من التقييم لبليتش. وطبعا طبعا طبعا في المرتبه الاولى واكتر مشهد حمسني في الموسم ده كله هو القتال بتاع كيمباتشي وحصوله اخيرا على زامباكتو. اصلا كيمباتشي كل ده كان بيحارب بحته حديده، هو لا عارف ايه جواها ولا قادر يتواصل مع الروح اللي موجوده جوه الزامباكتو ده. لكن دلوقتي اخيرا عرفنا ان زاراكي كيمباتشي بقى عنده زامباكتو وبقى عنده شيكاي عادي يقدر يستخدمه، والبي فاكر نفسه سايتاما وقام ناطط على النيزك فلقه نصين. يا جماعه كيمباتشي بيرسخ نفسه كواحد من اكتر الكاركترز الفخمه في تاريخ بليتش،
ان لم يكن في تاريخ الانميات كلها. واخر مشهد بالنسبه لي، وده مشهد رابع مش 3 بس، وهو المشهد الاخير من الحلقه الاخيره بتاع الفرقه صفر. الفرقه صفر خضتني جدا، ما كنتش فاهم الشخصيات دي ضعيفه ولا قويه، لكن في الاخر لما قتلوا بعضهم وبعد كده قامت الست دي عامله البانكاي، وبعد كده الفايت الرهيب ما بينهم وبين يوها بخ، خلاني متفاعل جدا مع الشخصيات، ويا ترى ايه اللي هيحصل. وهوب قفلوا السيزون على كده. فما كانش ده اللي متوقعه وما كانش ده اللي مستنيه، لكن عجبني جدا جدا جدا، خصوصا اني ما بقتش فاهم هل شخصيه يوها بخ قويه ولا ضعيفه، لان هي قويه جدا بس قصاد الفرقه صفر كانت القوه بتاعتها رهيبه جدا. فكان اي شيء هيعمله يوها بخ in comparison للي عملوه الفرقه صفر كان هيبقى ضعيف جدا. فمستني اشوف شخصيه يوها بخ في الحلقات الجايه بأداء الفنان عادل ابو حسون هتبقى عامله ازاي، لاني حبيت الشخصيه دي جدا وحبيت دلوقتي الاحداث وتفاعلت مع كل شيء حصل، خصوصا لما يوها بخ امتص الكوينسي، معرفش امتص ارواحهم امتص حياتهم هيرجعها لهم تاني، وكل دي حاجات هنفهمها اكتر في الموسم اللي جاي. فانا متحمس جدا جدا جدا. لكن ومع ذلك وبالرغم ان انا بقول ان الموسم ده ما فاجئنيش وما حمسنيش زي الموسم اللي فات، لكن يظل تقييمي للموسم ده من بليتش للبارت الثاني من الموسم الجديد الارك الجديد هو 9 من 10. ودلوقتي هنتكلم عن الدبلجه بتاعه بليتش. طيب وقبل ما نتكلم عن الدبلجه في كذا نقطه مهمه جدا ان نتكلم عنها الاول. اول حاجه هي ان اتفرجت على الموسم الاولاني او اللي هو ال 366 حلقه بالدبلجه الياباني، وبعد كده رجعت اتفرجت على بعض المشاهد والحاجات اللي عجبتني بالدبلجه الانجليش، واتفرجت على الافلام وابتديت ابني تعلق بالاصوات او تعلق مع الشخصيات بالاصوات الانجليش على وجه الخصوص. ولما تم الاعلان عن دبلجه بليتش بالعربي اتحمست جدا جدا جدا، وكنت عايز اشوف هم هيعملوا الحاجات دي ازاي والمصطلحات هتبقى عامله ازاي والاعداد والشخصيات واختيارات الاصوات. لكن فوجئنا ان هم تلصقوا العمل ده وتلصقوا الدبلجه بشكل مبالغ فيه، وهي لدرجه ان هم 366 حلقه دبلجوهم في زمن قياسي في كام شهر، وده شيء بوظ متعه الدبلجه وخلاهم يدوا دبلجه العمل لاستوديو ما فيهوش تقريبا غير 10 مدبلجين. فبقى تكرار الاصوات شيء مبالغ فيه وشيء ملحوظ جدا جدا جدا، وبالعكس احيانا بيخرب متعه المشاهده. لكن مريت على بعض المشاهد ومريت على بعض الاحداث كده، وخصوصا ان هي اني اتفرجت على ارك فيلر كامل وهو ارك الباونتو باللغه العربي، عجبني جدا، لكن برضو ما حسيتش ان هو ده بليتش وهي دي الاصوات اللي ممكن تعوض تعلقي بالدبلجه الانجليش للاصوات دي. ولكن مع نزول الموسم الاول من الارك الاخير لقينا ان الدبلجه اتحسنت، ولقينا ان الممثلين قدروا يتفاعلوا ويولفوا مع الشخصيات بشكل افضل جدا. لكن برضو فضلت اتفرج عليه باللغه الياباني مش الانجليش، وكنت بطل كده وبراجع بعض المشاهد بالدبلجه العربي اللي كانت عجباني جدا جدا برضو. لكن الموسم ده قررت ان انا اعمل حاجه مختلفه جدا، وهي اني اتفرج على الموسم للمره الاولى بالدبلجه العربي، وده خلى انطباعي مختلف تماما عن العمل، وسبويلر اليرت خلاه يعجبني اكتر وتفاعلت مع العمل بشكل اكتر بكتير من لما كنت بتفرج عليه بالانجليش او الياباني. طيب اول واهم شخصيه حابب ان انا اتكلم عنها في الدبلجه هي شخصيه ايتشيجو بأداء الفنان ناجي مخول. شخصيه ايتشيجو وقت ما اعلن عن الدبلجه تخيلت جدا ان الممثل الوحيد المناسب ان هو يعمل الشخصيه دي هو الفنان محمد ايتوني. ليه؟ لان انا حسيت ان الشخصيه مناسبه جدا لصوته، مناسبه جدا لانفعالاته، مناسبه جدا لطريقته في التمثيل عموما، وشخصيه ايتشيجو من الشخصيات اللي بيعرف يعملها جدا الفنان محمد ايتوني. لكن لقينا الفنان ناجي مخول بالنسبه لي في الاول ما كانش الاختيار المناسب، وتمام كان تمام حلو الصوت. لكن مع الموسم الاول من الارك ده والموسم الثاني بقى نزوله هنا لقيت ان الفنان ناجي مخول نبرته اتحسنت جدا، اداؤه اتحسن جدا، قدر يتفاعل احسن جدا 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 مع شخصيه ايتشيجو، خصوصا ان شخصيه ايتشيجو هي الشخصيه المفضله بالنسبه لي ورقم واحد في عالم الانمي كله، مش بس في انمي بليتش. مش بقول ان بليتش هو المفضل بالنسبه لي، لكن ايتشيجو هو المفضل بالنسبه لي. فتفاعل الفنان ناجي مخول معاه وتحسنه وتطوره جدا وتقمصه للشخصيه ابتدى يتحسن جدا جدا جدا. واللي ما كانش عاجبني فيه وهي الباتل نويزز بتاعته والصراخات بتاعته والانفعالات في الموسم ده بقت احسن جدا جدا جدا، ومشاهد كتير عملها حلو، خصوصا المشهد لما كان ايتشيجو بيجري ورا ايشي ده وبيندهه بيقول له ايه اللي انت بتعمله ده، انت ازاي اشتركت مع العدو. الفنان ناجي مخول اثر فيا جدا 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 في شخصيه ايتشيجو هنا. ماذا تفعل هنا؟ ولكنني سألتك ما الذي تفعله هنا إيشيدا؟ انتظر، أنت لم تجب عن أسئلتي بعد. إيشيدا! طيب وتاني شخصية هتكلم عنها والشخصية اللي عجبتني جدا جدا واللي ما كنتش متصور انها تعجبني للدرجة دي هي شخصية زاراكي كيمباتشي بأداء الفنان سامر الجندي. كيمباتشي في المواسم الأولى كان بأداء الفنان محمد أيتوني، ولما الأرك الأخير بدأ ومحمد أيتوني ما بقاش موجود مع المركز اللي بيدبلج بقى بأداء الفنان عادل أبو حسون في حلقة من الحلقات،
واداء الفنان سامر الجندي في حلقات تانية، فما كنتش لسه اتعودت قوي على شخصيه زاكي كيمباتشي. لكن في الموسم ده الفنان سامر الجندي استلم الشخصيه وعجبني جدا جدا جدا، خصوصا ان الشخصيه بالنسبه لي كانت مهمه جدا وشخصيه محوريه في الموسم ده، وحصلت اخيرا على شيكاي بعد ما كان بيحارب بحته حديده. فبالنسبه لي فنان سامر الجندي قدر جدا يجيب الاداء الغجري والهمجي والمناسب جدا لشخصيه كيمباتشي، وحتى في الصراخات وحتى في الانفعالات والانفعالات بتاعت المعركه بتاعته كانت ممتازه جدا. 10 من 10 اداء الفنان سامر الجندي لشخصيه زاكي كيمباتشي. دعني أخبرك، لا يمكن لمخيلتك الضعيفة أن تصنع شيئا لا يمكنني قطعه. أتعلم لماذا؟ لأنني كيمباتشي. ليس يكن حقا. هل تعلم لم أقطع أحدها سابقا؟ أليس مشوقا؟ نوزاراشي. وبما اننا بنتكلم عن الفنان سامر الجندي فجدير بالذكر جدا جدا ان نتكلم عن شخصيتين هو عاملهم برضو في الدبلجه، وهي شخصيه مايوري وشخصيه هاشفالد، اللي كان عجباني جدا 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 بادائه، يمكن اكتر من الاداء الياباني واكتر من الاداء الانجليش، خصوصا ان احنا ما شفناش لهاشفالد مشاهد كتير في الموسم ده، لكن تقمص الفنان سامر الجندي للشخصيه خلاني احبها، مش اني حبيت الشخصيه. سأمرر لكم أمر جلالته مجددا. عليكم إبادة العدو بأسرع وقت. لكن دلوقتي نيجي لأهم شخصية عندي وأكتر شخصية عجبتني واللي ما كنتش متخيل إنها تعجبني للدرجة دي، هي شخصية يوها باخ بأداء الفنان القدير جدا عادل أبو حسون. أنا بالنسبة لي النبرة اللي اختارها الفنان عادل أبو حسون لأداء شخصية يوها باخ ما كانتش النبرة المعتادة أو نبرة مش شبه الياباني ولا شبه الإنجليش، لكن الفنان عادل أبو حسون واحد من أساطير التمثيل وأساطير الدوبلاج، وقدر يركب الشخصية بشكل مش طبيعي، لدرجة ان انا بالنسبة لي ما بقتش قادر اسمع الشخصية بنبرة مختلفة عن نبرته. اداؤه خرافي، نبرته خرافية، تقمصه خرافي، صرخاته خرافية، بجد ما في حاجة تخص الفنان عادل أبو حسون وتقمصه لشخصية يوها باخ غير وهي مثالية جدا واكتر من 10 من 10 بمراحل كتيرة جدا. ستموت قبل بلوغ ذلك الحد ب3 خطوات يا تشيبي يوسوبي. حسنا، إذا سأمنح نفسي صوتا. القوس المقدس. واخيرا وليس اخيرا نمر على بعض الشخصيات اللي عجبتني بالدبلجه، شخصيات متفرقه. عجبتني جدا شخصيه ايشيدا باداء الفنان وئام دريباتي، وده من المواسم اللي فاتت حتى مش الموسم ده بس، شايف ان هو من اكتر الشخصيات اللي حافظوا على مستوى متوازن على مدار دبلجه الحلقات. وبرده معانا ممثل مهم جدا عمل شخصيات كتيره حلوه وهو الفنان اسعد سنديان، وتقمصه لشخصيه ماناكو اوشو اللي كان عاجبني جدا جدا، والتاني اللي هو نيمايا اواتسو. لا الشخص ده بجد اداء الفنان اسعد سنديان كان ليه حلو جدا جدا جدا، وقدر يجيب شخصيه زي دي بشكل ممتاز جدا، وشخصيه زي شخصيه ماناكو اوشو او اتشيبي هيوسوبي بشكل ممتاز جدا. قدر ينوع ويوازن جدا ما بين ادائه هنا وادائه هنا، وكان عاجبني بشده، فشكرا للفنان اسعد سنديان. بس ودي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده. تقييمي للموسم ده 9 من 10، وتقييمي للدبلجه 9 من 10 برضه. موسم ناجح جدا، دبلجه كويسه جدا، واحداث تخليك مستني اللي هيحصل في المواسم الجايه. ونرجع تاني للخاتمه، دي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات وتوصلوا الفيديو ل 25 لايك في اول 24 ساعه، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.